هل الحرب بين اسرائيل وايران قربت ولا كل اللي بنشوفه ده مجرد ضغط ورسائل تهديد؟ طب ليه اسرائيل فجأة بتقول انه تدريب صاروخي ايراني ممكن يكون غطاء لهجوم؟ وليه امريكا ساكتة ومش بتطلع تقول موقف واضح؟ هل الصواريخ بقت اخطر من القنبلة النووية؟ وهل اسعار النفط والبنزين في العالم كله ممكن تتأثر بسبب اللي بيحصل ده؟ السؤال الاهم، هل الحرب دي لو قامت هتقوم بقرار ولا بخطأ حساب واحد ممكن يشعل المنطقة كلها؟ النهارده هنتكلم بهدوء وبالارقام وبالتقارير ومن غير تهويل ولا انحياز، علشان في اخر الحلقة نعرف احنا رايحين على فين بالظبط. خلينا نبدأ من اخر يومين. اسرائيل بعتت رسالة واضحة للامريكان، ايران بتعمل تدريب صاروخي كبير، بس اسرائيل شايفة ان التدريب ده ممكن ما يكونش تدريبه بس، ممكن يكون غطاء لتحضير ضربة حقيقية. طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان اي حركة صواريخ او اي اطلاق تجريبي ممكن يتقري غلط. وفي الحروب الحديثة اخطر حاجة مش الضربة نفسها، اخطر حاجة سوء الفهم. يعني تدريب يتفهم انه هجوم فيطلع رد فيرد عليه رد اكبر والدنيا تولع. وهنا السؤال الطبيعي، هل اسرائيل عندها معلومات استخباراتيه قويه ولا بتحاول تضغط على امريكا علشان تمشي معاها في تصعيد جديد؟ علشان نفهم اللي جاي لازم نرجع خطوه لورا. في يونيو 2025 حصلت اخطر مواجهه مباشره بين اسرائيل وايران. اسرائيل نفذت ضربات جويه جوه ايران وضربت منشات صواريخ، بنيه تحتيه مرتبطه بالبرنامج النووي، وكمان عمليات استخباراتيه واغتيالات لعقول علميه. رد ايران كان قوي وواضح، اكتر من 150 صاروخ باليستي ومعاهم اكتر من 100 طياره بدون طيار ضربت اهداف جوه اسرائيل. دي كانت اول مره نشوف مواجهه مباشره بالشكل ده، مش رسائل مش وكلاء ولكن ضرب مباشر. بعد الجوله دي اسرائيل قالت احنا كسرنا ظهر البرنامج، ايران قالت استوعبنا الضربه وهنرجع اقوى. والسؤال اللي لسه معلق، مين فيهم قال الحقيقه ومين كان بيبالغ علشان يطلع قدام جمهوره منتصر؟ طب ايران بتعمل ايه دلوقتي؟ بعد الحرب ايران ما عادتش. في ديسمبر 2025 ايران قامت بتدريبات صاروخيه مكثفه، صواريخ باليستيه، صواريخ كروز، مناورات بحريه قريبه جدا من مضيق هرمز. مضيق هرمز مش مكان عادي، ده شريان نفط العالم، حوالي 20% من نفط العالم بيعدي من هناك. ايران بتقول دي تدريبات دفاعيه ورسائل ردع، اما اسرائيل وامريكا بيقولوا لا دي اعاده بناء سريعه لقدرات الضرب وممكن تكون استعداد لحاجه اكبر. وهنا لازم نقف ثانيه ونسال، هل ايران بتقول سيبوني في حالي ولا بتقول انا لسه موجود ومش ضعيف؟ الاقتصاد كده دخل اللعبه، وهنا بقى الحرب بتقرب من بيوت الناس. في 18 ديسمبر امريكا فرضت عقوبات جديده على 29 سفينه، قالت ان هم بينقلوا نفط ايراني بطريقه ملتويه واللي بيتسمى بالاسطول الشبح. طب ليه ده مهم؟ لان النفط يعني فلوس، الفلوس يعني سلاح، السلاح يساوي ضغط عسكري. يعني الحرب مش بس صواريخ وطيران، الحرب كمان ناقله نفط بتعدي ولا بتتمنع. لو صادرات النفط اتخنقت ايران هتتضغط، الاسواق هتتلخبط، الاسعار هتعلى، واللي بيدفع الثمن في الاخر المواطن. وهنا سؤال مباشر، هل العالم مستعد يدفع ثمن مواجهه جديده ولا هيفضل يحاول يهرب منها؟ طب يا ترى ايه السيناريوهات الجايه؟ تعالوا نبقى واقعيين، احنا قدام 4 سيناريوهات. اول سيناريو تهدئه متوتره، تهديدات، تدريبات، رسائل، بس من غير ضرب مباشر. ثاني سيناريو خطا حساب، تدريب يتفهم غلط، ضربه محدوده، رد محدود، وبعدين السيطره بتضيع. ثالث سيناريو حرب بالوكاله، لبنان، البحر الاحمر، العراق، سوريا، من غير مواجهه مباشره وش لوش. رابع سيناريو خنق اقتصادي، عقوبات اشد، ملاحقه نفط، ضغط طويل النفس. والسؤال اللي محدش عارف يجاوب عليه، مين مستني مين يغلط الاول، اسرائيل ولا ايران؟ القصه دي مش بعيده عننا، دي قصه بنزين، تضخم، استقرار منطقه، وسلام هش ممكن يقع في اي لحظه. اخطر الحروب مش اللي بتتخطط في غرف العمليات، اخطر الحروب هي اللي بتبدا بالغلط. الملف ده لسه مفتوح واللي جاي محتاج متابعه، علشان اللي بيحصل فوق بينزل علينا تحت. ولحد ما نشوف الكلام على ايه، ما تنساش تعمل لي فولو وسبسكرايب، علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصة مع اسلام أمر. دايما وابدا تحيا مصر، والسلام عليكم.